شايفين يا جماعه البنت لما تكون بره بامها، ما هي لو مش بره هتطلع بره. اما اكل انا الاول بعد لما ابقي حاجات ابقي كلي. طب انت هتاكلي بايه؟ خدي قشطه اهي. عندنا الستات بتاكل لما الراجل بيموت. مش هتيجي تاخد حته جبنه قريش؟ لا ما بحبهاش. دي مش قريش اللي انت عارفها، دي من الفلاحين، دي عامله زي القشطه كريمه. مش معقول، انا مش قادره استوعب الطعم. اوعى الشمع. الفطير من عالم تاني. الزبده بقى والسمنه البلدي ريحته مش طبيعيه. وريهم القشطه عشان هي شكلها حلو قوي. طحينه من السمسم الاصلي حرفيا، العسل الاسود مركز، الاكل على اصوله بجد. حلو قوي، قصدي حادق قوي. متعتق كده متعتق. انا بعزل ومش قادره خالص اعمل اي اكل والدنيا فوق بعضها، وبصيت لقيت سلمى بتقول لي يا مامي احنا عايزين ناكل فطير ومش وجبنه. قلت لها خلاص شوفي بقى كده ايه جروب حلو كده يكون حد بيشكر لك فيه وهاتي منه. راحت جايبه لي من جروب اسمه اصل الخير، وجابت لي الخير اللي انتوا شايفينه ده كله. انا مش عارفه امسك الفطيره ازاي، انا قسمت كل فطيره لاربعه. بس عايزه اوريكم حاجه، بس طبعا الولاد قعدوا ياكلوا منهم قبل ما اصور. يا جماعه استنوا يا جماعه هصور. بصوا بقى يا جماعه، يعني انا مش عارفه ابتدي منين الحكايه. يعني انا سخنت الحاجات دي متشوقه جدا جدا ان انا ادوقها قدامكم. بصوا انا قبل ما اتكلم بس عشان بجد القريش شكلها تحفه هي والفطير، عشان كده ايه ادوق وبعدين اقول لكم رايي. الفطير يجنن. القريش هي دي قشطه ولا قريش؟ لا لا لا. عايزاكي بقى توريهم السمنه الحلوه بتاعتها دي. بصوا يا جماعه، بصوا السمنه عامله ازاي. اصلا احنا بدأنا نستخدمها اوريدي. ده بصوا بقى شايفين مرمله ازاي. بعدين انا ما سكتش بقى عند كده وبس، انا طلبت زبده كمان، زبده بقري وزبده جاموسي هوريها لكم حالا. بس انا بحب ادوق الزبده وهي لسه زبده، ببقى عارفه الزبده دي بتبقى عامله ازاي لما تيجي تتسيح او لما تيجي تستخدميها في الاكل. انا عايزاكي تجيبي لي حته زبده بقري وحته زبده جاموسي. طلعي لي واحده. لا خدي كيس ما يغلاش عليكي. شوفوا بنتي يا جماعه، دي بقى واحده من البيضه كده يا اختي عشان ادوق واحده من دي وواحده من دي. انا بس عايزه ادوق كده من الايه، من الزبده دي. ده الله حلوه قوي. البقري والجاموسي مش معقول مش معقول، حلوه قوي بجد ما شاء الله. انا بقى طلبت عسل اسود، نحط عليه بقى الطحينه. شايفين الطحينه سمكها عامل ازاي؟ اوريدي بدانا نستخدم منها يعني. بس عايزه ادوق الطحينه علشان الطحينه قوامها حلو قوي، والعسل الاسود برده شكله كده جامد. فانا برده ايه عايزه ادوق واقول لكم رايي. بسم الله. حلو قوي. هو بجد الواحد من زمان ما كلش فطير حلو كده، ما كلش قريش كريمي كده، ما كلش طحينه بالطعمه دي والتقل ده، والعسل الاسود كمان طعمه حلو قوي. وريهم بقى يا سلمى كده قوام العسل وندوقه برده نقول لهم راينا فيه. اوعى الشمع. على فكره انا هاكل الشمع ده عشان تبقي عارفه. لا انا لا. طب هاتي بس هدوقه واقول لك رايي وبعدين اديهولك تاكليه. دول العسل الاول لوحده. الله عليكي يا وش الخير يا اصل الخير، انت بجد تستاهلي الاسم اللي انت عاملاه ده. انا دلوقتي برده هدوق القشطه. بصوا يا جماعه القشطه، بصوا منظر القشطه. وريهم القشطه عشان هي شكلها حلو قوي. انا مش عارفه طعمها بس انا حالا هعرف. لا يعني عارفه لما تبقي متاكده ان الحاجه دي اصلي ومش مغشوشه، هو دي شكلها كده. انا بس عايزه ادوق برده ايه القشطه بتاعتها كده. انا ممكن احط عليها عسل بس انا بحب ادوق كل حاجه لوحدها الاول. بسم الله. دي مش القشطه بتاعتنا وش اللبن، نعمل زي اللبنه. هي حاجه تحسيها هي ما بين القشطه وما بين اللبنه، بس هي حاجه حلوه قوي في الاخر، هي تجنن. فين المش؟ انا جايبه مش، هاتي كده المش ده. وبعدين في اللي انا فيه ده، هو الواحد ايه بالظبط يقعد طول الاسبوع يحرم نفسه ويجي جروب زي ده يبهدل الدنيا. بس هو بصراحه لما تيجي في الويك اند تاكلي اكله زي دي، نفتح كده ونشوف من جوه. بصوا دي اوعى المش فظيعه. حلو قوي، قصدي حادق قوي. متعتق كده متعتق. شايفين الحركه دي؟ متعتق. انا هحط عسل كده على القشطه دي. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا حاسه بشويه ظلم. ايه ظلم صح عشان باكل لوحدي صح؟ وانا فين اصلا من كل ده؟ طب اديني فرصه اوريهم الكسكسي والمخروطه ثانيه واحده. بصوا يا جماعه في اختراع كده عندها اسمه مخروطه، حاجه كده عامله زي الشعريه بس هي بيتحط عليها ايه، بتشوحيها بمعلقه سمنه بلدي زيها زي الكسكسي بالظبط، وبتحطي عليها يا اما عسل اسود يا اما سكر باودر. فانا شخصيا هجرب كده ايه بالسكر الباودر واقول لكم رايي فيها، لان انا اول مره ادوقها في الحقيقه. انا اول مره ادوقها. هاخد ايه شوكه واحده كده بس. بسم الله.
حد يعرف المخروطه دي يا جماعه؟ والله جميله جدا. هي ليه شبه الشعريه؟ بس لازم تسخنيها بشويه سمنه بلدي علشان تعرفي تدوقيها وتتذوقيها، يعني زيها زي الكسكسي برده بتاعها. هي قالت لي انا بقولها ناكله على طول بالسكر الباودر، قالت لا سخني معلقه سمنه بلدي وشوحي فيها ودوقي وقولي لي بقى رايك. أيوة. اصبري هاكل لا دلوقتي. اصبري. لا يلا يلا. فظيعه يا جماعه. ايوه عايزه ايه يعني؟ عايزه ايه؟ اي حاجه كده من خيرات ربنا دي. اما اكل انا الاول، بعد لما ابقي حاجات ابقي كلي. خدي القشطه اهي. ناخد حته قشطه كده. يا سلام، خلي بالكوا دي ناقده لاذعه مش اي حاجه. هي تحفه بس هي مش شبه اي حاجه دقتها قبل كده. يعني شبه، انا بقول لهم شبه اللبنه. لا برضو دي احلى من اللبنه واحلى من القشطه. واضح يا جماعه ان هم في الشرقيه مسميين دي قشطه، بس هي مش قشطه، هي حاجه احلى واعلى من القشطه. وبرضو بيسموا دي قريش، بس انت شكلها قريش بس هي طعمها كريمه. انا بقول لكم عشان اللي بيحب القريش اللي فاهمينها في القاهره دي مش هي. خلاص يا جماعه هسيب لكم كل تفاصيل اصل الخير في الكومنتات، هسيب لكم اللينك بتاعها. حاجتها حلوه جدا جدا، هتقع على ضمانتي الشخصيه، فعلا تجنن. اذا كان عسل اسود او عسل ابيض حلو قوي، طحينه تجنن. المخروطه دي طعمها جميل قوي على فكره، بس لازم سمنه بلدي زي ما قلت لك. الكسكسي كمان حلو. الفطير من عالم تاني بجد، من عالم تاني. الزبده بقى والسمنه البلدي ريحته مش طبيعيه. انا عارفه ان انتوا ان شاء الله هتجربوه يعجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم جدا جدا، ما تنسونيش في كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو جاي حلوين. باي باي.